بيعملوا اختبار ونفس وجع الحمل لثلاث بنات عشان اللي هتنجح هتجوزها الولد الغني. اخته بتكهربهم وبتقول لهم ده نفس الوجع اللي الطفل هيسببه لكم، يعني اللي اخوها هيتجوزها لازم تكون قد المسؤوليه. وفي بنت بتحسب الاهانه وما بتقدرش تستحمل اكتر من كده وبتقطع الجهاز اللي في بطنها وبتقول انا مش عايزه اشارك في القرف ده. بس هما ماشيين بتمسك ايديها وبتقول لها استني عايزاكي، وبتقول لها عايزه ايه، وبتقول لها انا عايزاكي تكملي وهتشتغلي معايا، وبتستغرب وبتقول لها هشتغل معاكي ايه، وبتقول لها هبعتك على اوضه اخويا وتسرقي منه ذهب وانت النص وانا النص. وبتقول لها طب وانت اخترتيني انا ليه، وبتقول لها عشان جان اخويا معجب بيكي. وبتوافق بقى عشان محتاجه فلوس. بعد كده في واحد مقنع بيقول لها ان ميان بتضحك عليكي ومش هتديكي حاجه. وبتطلع بقى الميان وهي متعصبه وبتقول لها انا مش هسرق معاكي تاني، وبتوريها الفيديو وهي متصوره وهي بتسرق. وبتقول لها براحتك لو عايزه تمشي هبلغ البوليس وده من حقي عشان انت سرقتيني. وبتقول لها سرقتك ايه، انت اللي خليتيني اعمل كده. وبتقول لها ايوه بس الكاميرا من غير صوت. والبنت بتوافق تكمل غصب عنها. ولما بيجي اخر اختبار بيحطوا جهاز كشف كذب في البنت وبتجاوب على سؤال وبيطلع في الكمبيوتر صح. ولما بتروح تجاوب على التاني ميان بتشكها بالدبوس عشان تخسر. ولما بتتوتر الجهاز بيطلعها كدابه. وبتيجي بقى البنت وبعد ما بيحطوا جهاز كشف الكذب بتقول لاختك بتسرقك وعايزه تلبسها فيا. وصاحب الجهاز بيسالها ايه اللي حصل وبتقول له بتهددني وتخليني اسرق الدهب بتاع اخوها غصب عني. والجهاز بيعمل صح وبيقول له دي كلامها طلع صح. ساعتها بيتعصب وبيطرد اخته من البيت.